السلام عليكم. النهارده انا جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله ازاي ان احنا ننضف البوتاجاز بتاعنا ونفرشه. انا جايبه لكم الفرش بتاعه عشان تعرفوا المنظر العام لما بغيره بيبقى وصل لكميه ان هو مبيبقاش نظيف كده. بس لما نجيب البوتاجاز من تحت احنا شايفين ان هو نضيف وكويس، عشان كده الغطا ده احنا بنحطه عشان يحمي البوتاجاز من اي وسخه تنزل عليه. دي العيون بتاعه البوتاجاز، طبعا انا غسلاها بعد ما شلتها وكده. انا عملت لها خلطة عبارة عن خل وملح ليمون وكربوناتو وشوية صابون من اللي هو بتاع الغسيل عادي، مع مية سخنة ونقعتهم فيها علشان اي سواد او اي دهون او اي حاجة موجودة فيهم تطلع. والحمد لله زي ما احنا شايفين نضاف من بره ومن جوه اهو. ده طبعا كان كله عبارة عن سواد، الحمد لله نضف. بتسيبيهم منقوعين فيهم بتاع ساعة، وقبل المية ما تبرد بتطلعيهم منها علشان دول متمسكش فيهم تاني، وبتغسليهم بيكونوا سهلين جدا في انك تطلعي الحاجة اللي فيهم. ودي الحوامل بتاعة البوتاجاز، انا طبعا غلفت جزء منها علشان مش هعرف اعملها كلها قدامكم، وسايبة دي هنعملها مع بعض ان شاء الله واحنا في الفيديو. بالنسبة احنا بنغلف الحوامل بورق الفويل اللي هو بتاع الاكل عادي جدا، بتمسكيه حته حته بتقعدي تغلفيها كويس زي ما احنا شايفينه كده. انا عملت 2 وسبت واحده هنعملها مع بعض. لكن ده الورق اللي هو بيتفرش اساسا على البوتاجاز، وتختاري نوع كويس يكون بيتحمل معاكي علشان خاطر لو حاجه نزلت عليه في الاول او كده تقدري تمسحيها ما يتقطعش معاكي. انا جايبه العبوه دي فيها 6 اغلفه بحوالي 16 جنيه، بتكفيكي 6 مرات لبوتاجاز 5 شعر. دلوقتي بقى ان شاء الله انا هشيل الكفر وهوريكم البوتاجاز بعد ما شيلته، قبل ما امسحه بس من اي حاجه تكون وقعت عليه. طبعا بعد ما شلت الكفر اللي كان عليه عشان احط له الكفر الجديد، طبعا باين هو نضيف قد ايه، يا دوبك انا مسحته بس بفوطه كده مكان لو حاجه نزلت او كده. ودلوقتي هنفرد الكفر الجديد مع بعض. كده على الوش مش على الظهر، هنحطه كده بحيث ان هو يغطي البوتاجاز كله. على فكرة دي انا مش غطيتها عشان ده المكان اللي هو بيتاكل فيه الظهر بتاعه، انا شايلاه عشان اعرف افرد الورقة كويس. وهنجيب دلوقتي فتحات العيون بالسكينة كده. هنكمل العين كلها. بعد ما نخلص العيون تضغطي كده على مكان الاشعاع الذاتي عشان يطلع معاكي اهو.
هفردي العيون بتاعتي واحدة واحدة اهو. زي ما احنا شايفين تركبي كل عين في مكانها، طبعا تحافظي على مكان الأشعة البوتاجاز. انا عندي الحمد لله. لما ركبنا العيون بتاعت البوتاجاز كلها هوريكم برضو الحوامل اللي هي جاهزة وانا بحطها. دي تاني واحدة. فاضل التالتة اللي احنا قلنا هنكملها ان شاء الله مع بعض دلوقتي، بس يعني ايه انا عايزاكم تتخيلوا منظر البوتاجاز النهائي دلوقتي ايه قبل ما تشوفوه. بعد كده هنجيب ورق زي ما قلنا اللي هو ورق الفويل بتاع الاكل. انا كده بجيب الورق الفويل اللي انا بقولكوا عليه. هي الحمل الواحد مش هياخد اكتر من نص متر او متر الا ربع بالكتير، يعني متفكروش ان هو بياخد كمية كبيرة من الورق. بتقطعيه حتت على قد المكان اللي انت هتغطيه بالظبط، وهتجيبيه على الوش تلفيه على الوش عشان يدي لمعة كويسة اهو. وبتلفيه كده عشان حاولي تخلي القفلة بتاعته الحتة اللي هو هيتحط عليها البوتاجاز عشان ما تفكش منك تاني اهو. هتلفيه كده من تحت، تدخليه كده من تحت، وبعدين ما تلفيها تضغطي عليها كلها كده علشان تضمني ان هي ايه ماسكة كويس زي دي كده اهي. ادينا عملت دي قدامكم، هي ما خدتش حاجة على فكرة، الموضوع مش بياخد وقت طويل يعني. اهي بنقطع الوش وبنحاول نقول معلش ما اتأخرت عليكم المرة دي لان بصراحة والدتي كانت تعبانة، كنت قاعدة معاها الفترة اللي فاتت، فاول ما رجعت انا عملتلكوا الفيديو ده علشان التأخير اللي انا اتأخرته اهو. وبصراحة انا كنت بفكر ان انا اعملهولكوا من زمان، بس ما كنت مستنية اما اجي اغير الورق لان كنت لسه مغيره قريب وكان نضيف علشان اعملهولكوا قدامكم، يعني ما بقولكوش كده صورة وخلاص، احنا عاملينه مع بعض وعارفين بيتعمل ازاي. وبتكملي طبعا الحوامل بنفس المنظر كده، تقعدي تلفيه وتضغطي بحيث ان انتي تحاولي تغطي اكبر مساحة منه. وهقفل دلوقتي عبال ما اكمله وهرجع لكم تاني ان شاء الله. هوريكم دلوقتي ازاي بتحطي عليها الورق كويس. برضه قبل ما تعملي كده لازم تكوني غاسلة الحوامل كويس بالخلطة اللي انا قلت عليها اللي هي ملح والليمون والكربونات والخل. الخلطة دي كويسة جدا على فكرة، بتشيل الدهون بسهولة، بتخليكي لما انت تيجي تغسليها تكون سهلة معاكي في الغسيل عن ما تعمليها من غير الخلطة دي الصوص. انا عايزة اقولكم ان البوتاجاز بعد ما بيخلص بتحسي كأنك بالظبط حاطة قطعة
طبعا من الفضة يعني في مطبخك بيديله شكل جمالي في الاخر، غير ان هو بيدي نظافة كمان للبوتاجاز والمطبخ بتاعك كله. انا حتى الغطا بتاعه برضه ببقى عاملاه بورق فويل علشان الدهون اللي بتتنطر وكده متجيش عليه، تبقى على الورق بتاع الفويل. وان شاء الله هوريهولكوا في فيديو تاني مع الفرن باذن الله. معلش بالنسبه اللي بيقولوا ان انا اصفي الواطي، انا كنت كده في الطبيعي والله ما بعرفش عليه اساسا، ف معلش اعذروني يعني على الصوت الواطي بتاعي. هوريكوا دلوقتي المنطقة اللي في النص او الحوامل اللي هي بتبقى موجودة جوه ديت بتعمل ازاي. برضه بتلفيها زي بره كده كذا لفة معاكي عشان تضمني ان هي متتقطعش او تطلع اهي. وتحاولي برضه تشيليها على الناحية اللي تحت علشان ما تتفتش معاكي اهي. اهي مقفولة من تحت اهي، برضه تضغطي عليها كده. كده انا خلاص تقريبا خلصت الحامل كله. انا بس حبيت اوريكم اخر حته وانا بعملها عشان نبقى احنا كملنا مع بعض. هو الموضوع يمكن في الاول بالنسبه لك يكون صعب، لكن بمجرد ما ايدك تاخد عليه تبص تلاقيه سهل جدا وبيمشي معاكي كمان بسرعه. وبتقعدي على التنظيفه دي لو انتي واخده بالك من البوتاجاز وتحاولي ما توقعيش عليه حاجه ممكن تقعد معاكي شهرين ونص كمان. يعني انا اللي قبل ديت بعد ما وريتها لكم كانت حوالي 3 شهور قاعده على البوتاجاز. اهو كده الحامل بعد ما خلص اهو. طبعا كده غطيته كله وهرجع احطهولكوا على البوتاجاز مع التانيين عشان تشوفوا البوتاجاز على بعضه اهو. ده طبعا البوتاجاز كامل، وزي ما قلتلكوا الظهر بتاعه هعملهولكوا ان شاء الله في يوم تاني مع الفرن ونشوف النهاية بتاعته. ان شاء الله يكون قريب والبوتاجاز لسه نضيف كده قبل ما يتوسخ. وكده البوتاجاز بعد ما غلفته ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. يا ريت ما تنسوش لايك وشير وتبعتوا لنا اي تعليقات على الفيديو بتاعنا. وان شاء الله لو في حاجه مش واضحه تبعتولي عليها عشان لو كده ممكن اعيدهولكوا. انا كان في حاجه كنت عايزه اقولها لكم. انا مثلا العين اللي في النص عندي ما بستعملهاش، فبغطيها بحته من ورق الفويل كده عشان اي دهون او كده ما تجيش عليها تبوظها لي. ولما حبيت استخدمها في يوم او كده بشيلها وبولعها عادي جدا ما بتعقنيش في حاجه. متنسوش تشتركوا